بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. النهاردة معانا فيديو فيه فنيات لتركيب الفيوتك. أنا كنت نزلت لكم فيديو قبل كده فيه فنيات لتركيب الفيوتك. النهاردة الفيديو معانا مميز شوية. دي أول حاجة احنا بنعملها اللي احنا شرحناها في فيديوهات كتير، إن احنا ازاي ناخد العلامة ال45. بنحط أول عود وبناخد منه علام من فوق ومن تحت، وبنحط تاني عود وبناخد له علام من فوق ومن تحت. طبعا أنا شارح الحاجات دي بالتفصيل في فيديوهات مفصلة لطريقة تركيب الكورنيشة. النهاردة اللي احنا محتاجينه من الفيديوهات ان انت ازاي تعرف ازاي تعمل الفيوتك الطاير وتعمل الفنيات اللي مطلوبة ديت، عشان لو قابلتك في الفيديو بتاعك تبقى انت عارف تعملها ازاي. هنا دي اول حاجة انا بوريك اهو نقطة الالتقاء اللي احنا بناخد من عليها القطعة ال45. هنا انا بوضحها لك جدا اهو. دي النقطة من اليمين ومن الشمال هتاخد نفس النقطة، ومن الجنب هتاخد نفس النقطة. دي نقطة الالتقاء اللي احنا بنقطع من عليها. هنا انا هوريك اهو طريقة القطع اهو التاني. طريقة القطع بتاعك ان انت بتحط من الزاوية للمكان اللي انت معلمه وبتاخد 45 لبره. دي طريقة القطعة العادية. هنا انا بقطع اهوت. دي طريقة القطع اهي 45 بزاوية ميل بسيطة. وادي الجنب التاني بعوج اهوت زاوية ميل بسيطة، وببتدي ان انا اقص الفيوتك. وبعد كده بتيجي مرحلة. انا طبعا بعرفكم في اول واحدة والباقي انا هجريه عشان الفيديو. هنا انا بوريك اهو طريقة فرد المعجون. ده معجون الفيوتك، في منه انواع كتير. بيفضل ان انت تجيب المعجون اللي يكون قوي شوية عشان يمسك معاك باسرع وقت. معجونة الفيوتك بتاخد احنا بنسيبها هي والمسمار يوم كامل مدة نشفان، وتاني يوم بنيجي نشيل المسمار لان المسمار بيبقى متعلق بنظام سندة بس، يعني مش بيبقى مدقوق للاخر، بيسند بس عشان العود ما يقعش لتحت. هتشوفوا كل ده في الفيديو وهتلاقيني شرحهولك بالتفصيل. هنا دي طريقة فرد المعجون. بنفرد على الجنبين. هنا هتلاحظ الفرق ما بين التركيب دوت والتركيب التاني. هنا انا بفرد المعجون. هنا فردت على العود كله، وهبتدي باذن الله ان انا اسف، هبتدي ان انا اطلع عشان اركب العود. هنا هوريك طريقة تركيب العود. هنا اول حاجة بتطلع عادي جدا، بتحط اهم حاجة في المكان بتاع الزاوية بتاعك بالظبط، مكان ما انت اخد خيط العلامة. هنا اهوت، وبتبتدي تضغط بايديك على المكان كله عشان يطلع المعجون لبره. هنا القطعية هي زي ما انت شايف، طالما انت اشتغلت على الزاوية كده بالظبط هتلاقي الدنيا معاك مظبوطة. اول حاجة بتعملها ده المسمار ال3 سنتي الالماني. ده مسمار صلب الماني 3 سنتي. دي معلومة انا بحب اوضحها لك عشان ما تقعش في اي غلط من الغلط دوت. ان انت لما بتيجي تركب سيراميك بتحط في الفواصل المسمار. المسمار بيتحط في الفواصل، اوعى تدق على السيراميك ذات نفسه، لان لو وراه متفرغ او اي حاجة هيفلق معاك بكل سهولة. دي معلومة مهمة جدا لازم تاخد بالك منها. هنا انت اهم حاجة تحط في الفواصل، انما بالنسبة لفوق، فوق كان جبسن بورد معانا بندق فيه براحتنا، وحتى لو سقف بتدق فيه براحتك. هنا المسمار زي ما بقولك بيبقى نظام تثبيت بس، مش بتدق للاخر. في ناس بتدق المسمار للاخر وبتشتغل عليه، بس انت عشان تعمل كده لازم تفصله سيناتون عشان ما يصفرش معاك بعد كده في الدهانات. هنا بتجيب صلبة او جلدة وبتبتدي تلم كل المعجون الزيادة بتاعك. طبعا انت مش بتبقى مطالب بالتقفيل. اللي بيبقى مطالب بالتقفيل النقاش بعد ما انت ما بتخلص بيقفل عليها معجونته وبيظبط الدنيا بإذن الله. هنا انت بتلم كويس عشان المعجونة ديت لما بتنشف بتبقى صعبة شوية عليك ان انت تشيلها تاني. دي اول مراحل حبيت اعرفها لكم، وخليكم معانا لان الحاجات المهمة جاية قدام بإذن الله. دي فوطة بتبقى مبلولة، وبنبتدي ننظف على تحت الفيوتك وفوقه والفيوتك ذات نفسه من اي معجونة، لان انت بتحب تسيب شغلك نظيف عشان اللي بعديك ما يتعبش. تملي حاول ان انت تسيب مكانك نظيف وشغلك نظيف عشان اللي بعديك ما يتعبش في اي حاجة و... وربنا يبارك لك برضو في رزقك وفي شغلك. هنا ده العود التاني اهوت، وديت اول حاجة في الفنيات اللي احب اعرفها لكم. انا خدت الزاوية اللي هناك وقصتها 45 عادي زي ما انتوا عارفين، اللي هي بتاعت التقابل.
هنا هنعمل حاجة اسمها التاج. دي كانت عندي استريبات خشب واحنا غلفناها عشان نبتدي نشتغل عليها، ومش هينفع الفيوتك يمشي عليها. فانا هنا هقفل بحاجة اسمها تاج. باخد العلام فوق وتحت عادي، وببتدي اجيب قطعة صغيرة تبقى ميلانها واقفة كده مستقيمة زي ما انت شايف، وابتدي انزل بالميلان بتاعها واخد خط عليها، واشوف زاوية الميل بتاعتها واقفة لحد فين. يعني اهو دي زاوية الميل اللي تحت، انا هوضحها لك. دي زاوية الميل، انا ببتدي اخد لها نقطة اهوت، واللي فوق اهم نقطة الالتقاء. دي بقى الفنيات اللي احب اعرفها لك. هنا انا باخد خط الالتقاء اللي انا وريته لكم قبل كده، النقطة بتاعة الالتقاء باخدها، والزاوية اللي على الطرف اللي على الشمال دي هي بتبقى النزول بتاعي، وهنا بتبقى عكسها، باخد الالتقاء وبقف عند الحتة اللي انا علمتها من تحت وباخد عليها علامة، ودي بتبقى داخلية مش خارجية. شفت الفكرة؟ انا خدت العلام تحت. هنا بقى انا ببتدي اقص لجوه مش لبره، عكس التانية بقص لجوه زاوية 45 بس لجوه داخلي. هتفهمها دلوقتي، انا هوضحها لك اهو. ببتدي اخدها القصة داخلية مش خارجية لجوه، كأني هعملها على عمود. والناحية التانية برضو هقصها برضو في نفس الوضع 45 وداخلية مش خارجية. وطبعا هنكمل مراحلنا عادي اللي هي المعجون وكل حاجة. هنا انا هبين لك الفكرة بتبقى عاملة ازاي. بص، دي بتبقى تقفيلة التاج. دي طبعا انا حبيت ان انا افيدكم بيها، لان في ناس كتير بتيجي وبتقفلها اسمنت او تقفلها معجون وبيبقى شكلها مش كويس، لكن كده شكلها احسن، وده بيعلي منك كفني في شغلك. دي القصة اهي ال 45 ولله الحمد. هتلاقيني حتى بزود شوية كمان عشان تبقى مظبوطة، ما فيهاش ملي واحد فراغ زي ما انت شايف ولله الحمد. وببتدي احط التاج، وببتدي احط المسامير بتاعتي، وببتدي اثبت العود وانضف عليه زي ما انتوا شفتوا. طبعا انا خلاص ما عدتش هحط مراحل التنظيف ولا مراحل الدق كده بالنسبة لكم، انا هوريكم الفنيات مش اكتر. هنا انا بلم المعجون الزيادة اهوت، وهبتدي المه بكل حاجة. هنا لو في اي فتحة كبيرة او حاجة، ما هو والله الحمد مش في القصة يعني في الفرق. وهنا انا هاخد بقى دي من الفنيات التانية. دي انا خدت الزاوية برضو هناك للعود اللي احنا ركبناه في البداية خالص، وهبتدي اخد التقاء. هنا انا هعمل الفيوتك طاير في الجو، يعني هيبقى راكب من جنب واحد. هنا كان العميل عايز يعملها بشكل يبقى جمالي، وفي نفس الوقت هو مش عارف يعملها ازاي، فانا قلت له هعملها لك وهوريها لك، وحبيت ان انا افيدكم بيها واشارككم بيها. هنا انا باخد الزوايا بتاعتي وهعرفك ازاي تجيب القصة مظبوطة بالظبط. هنا طبعا انا خدت نقطة الالتقاء اهيت اللي احنا بنعملها عادي خالص، بس هنا هناخدها للخارج. بص معايا، انا هنا اهوت خدت النقطة اهيت، والنقطة التانية اللي مال عليها الفيوتك، النقطة اهيت والنقطة التانية اللي مال عليها الفيوتك، وهوريك الفيوتك مايل ازاي، لان احنا هنا بنركبه من جنب واحد. هجيب العود التاني اهوت عشان تشوف درجة الميل اهو. شفت الميل رايح لفين؟ هي دي الفكرة، هي دي النقطة اللي هيقف عندها اهو. وببتدي اشد الخط بتاعي برضو، باخد النقطة وهبتدي اشد الخط بتاعي. هنا القطعية بتبقى كأنك بتعمل فيوتك عادي خالص. بتبقى القطعية بالنسبة للطرف اللي هناك بتقصها زاوية 45 عادية للخارج، مش للداخل زي التانية التاج، لا دي زي القصة العادية للخارج. كل ما هو مسطح غير بارز ده بيبقى شغله 45 عادي. هنا انا اهوت وهحط المعجون وهبتدي ان انا الزق دوت. هنا دي الفكرة بتاعتها هي. بالنسبة للتانية، اول قصة في الجنب بتاعي بتبقى عادية خالص بالزاوية ال 45 الخارجية مش داخلية. ميلان ايد اهوت وواضح قدامكم، وانا موضح لكم كل حاجة بالصورة. وهبتدي ان انا اعمل المقياس بتاعي اهوت، ولله الحمد القطعية مظبوطة بالظبط. وابتدي اظبط الخط بتاعي عشان اخد العلامة اللي بعديه. هنا لازم كل خطوة تبقى متناسقة مع اللي بعدها. هنا انا باخد الخط اهوت عشان اعمل نقطة التقاء للجنب التاني اللي بعديه، عشان كله يمشي مع بعضه مرة واحدة اهو. بص انا باخد النقطة اهوت
وببتدي اعلم من على الخط. هنا بقى ازاي هتقدر تاخد القصة من تحت. هنا اهوت انا هاخد اهوت العلام اللي هي نقطة الالتقاء اللي احنا اتفقنا عليها، وهبتدي افهمك ازاي تاخد العلام من تحت وهي طايرة في الجو كده. دي من الفنيات والاسرار، الحاجات البسيطة اللي انا هعرفها لك وهتعجبك جدا. هنا انا خدت زاوية الالتقاء اللي هو القلم الرصاص معلم فين مطرح القصة، وباخد علام لتحت انا بشاور لك عليها اهو، وباخد منها العلام لتحت وبقيسها اتلاقيتها 5 سنتي. هنا انا باجي باخد مكان ما انا علمت بالقلم الرصاص وبدخل لجوه 5 سنتي، مش لبره، لا بدخل لجوه 5 سنتي عشان القصة تبقى لجوه والاتنين يتلاقوا مع بعض. بالنسبة للقصة الخارجية عشان دي هتبقى طايرة بتبقى قصة داخلية زي بتاعة التاج او لما بنشتغل على عمود. بص انا قصيت للداخل، دي اول قصة اهي للداخل اهو، ببتدي اظبطها وبقصها من ايه، بقصها كاملة. هنا اهيت انا شلت الطرف وببتدي اخد الطرف التاني بثبته من على الطرف هناك، وببتدي اخد العلام من النقطة وبعلمها من تحت واخد للداخل 5 سنتي. للداخل 5 سنتي مش للخارج، للداخل ال5 سنتي اللي انا قستهم اللي هما بتوع القلم الرصاص اللي انا وريتهم لك وعرفتهم لك. هنا انا باخد العلام بتاع ال5 سنتي وهبتدي اقص برضو للداخل اللي هي ال45 الداخلية اهو. بص بجيبها للداخل وهبتدي اوريك تركيبة العود. هنا بقى اللي نسيت اعرفهولك ان انت هنا بتمعجن العود من فوق بس، مش من فوق ومن تحت. هنا بتمعجن العود من فوق بس مش من فوق ومن تحت. هنا انا معجنه اهو من فوق وببتدي اثبته. هنا احنا بنعمل القفله بتاعتنا وبنبتدي نزود المسامير بتاعتنا وبنبتدي نظبط الدنيا. وهنا هيت القصه مظبوطه ولله الحمد. انت بتحطها بتيجي تبص تحس ان هي فرقت معاك عشان العود بيفرد معاك، لكن انت مجرد ما بتظبطها وبتبتدي تحط المسامير بتاعتك وتقفلها هتلاقيها مظبوطه معاك بالملي. تاخد من هنا ال5 سنتي ومن هنا ال5 سنتي، هتيجي تبص هتلاقي الدنيا كلها معاك مظبوطه. هتشوفها دلوقتي وانا بقفلها هتلاقيها مظبوطه بالظبط. هنا اهوت هثبت اهو المسمار عشان ابتدي اثبتها، وهنا باجي على الجزء الطاير دوت وهتشوف دلوقتي انا عملت ايه عشان اخليه مقفول وما يفتحش مني ويبتدي يجمد بنفس المجال بتاعه وهو ايه موجود. بحط المسمار بتاعي بزاوية ميل كده 45 وبمسك الجنبين في بعضهم. ده ممكن يكون مسمار الصلب 3 سنتي او ممكن يكون مسمار شيشة رفيع، يعني تقدر تعمل بده وتقدر تعمل بده. وزود معجون من جوه، زود معجون من جوه عشان تبتدي هي تنشف تبقى كويسة معاك. هنا بقى انا بكمل بقيه الفيوتك عادي. انا حبيت ان انا اشارككم الاسرار بتاعه الشغل بتاعتها، ولو في اي معلومه ما كانتش واضحه او في اي حد محتاج يعرف اي حاجه يقدر يتواصل معايا وانا هقدر باذن الله ان انا اوصل له المعلومه كامله. انا والله مش ببخل عليكم بحاجه، انا عاملها زكاه علم ولعل وعسى حد ينتفع بيها وتكون مصدر رزق لحد، وتكون زكاه لينا عن علمنا اللي ربنا بيكرمنا بيه. ما تنساش من دعمكم، ويا رب يكون الفيديو عجبكم. وهنا طبعا انا بعمل التاج التاني وبكده يكون السقف خلص خالص واكون انا عملته وظبطته والدنيا زي الفل. هنا هتشوفوا الشغل بعد ما خلص، وما تنسوناش من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.